إن أعجبك الفيديو لا تنسى الإعجاب والاشتراك في القناة. عليكم يا ابوي. السلام ورحمة الله وبركاته. اقعد يا ما يجيب الغراب لأمه. مالك مش حالتك دي؟ والله يا ابوي في حاجة من 33 سنة يا ابوي، خايف اقول لك عليها يا ابوي، متوان في وخايف احسن تضربني. والله إن كان كلام زين أنا من إيدك دي لك دي، وإن كان كلام عفش زيك قوم خد بعضك واطلع منها بدل ما يدي تتمد عليك. قول اللي عايز تقول. عايز اتجوز يا ابوي. أنا مش عم أقول لك حديثك عفش زيك، ما وراكش إلا دي. يا واد أنت لسه صغير يا ولد، ده أنت عندك 33 سنة يا ولد. لما تكمل 50 ليك عليا أنا اللي هدير لك في موضوع الجواز ده، إنما مش كل شوية الحديث ده تعيده مرة واثنين وثلاثة، هو حديث مرة واحدة بس، مش عاوز كلام كتير في الحديث ده. عندك ايه تاني عايز تقوله؟ تعبت يا ابوي 33 سنة يا ابوي. تعبك على عيني يا ولد، بس انا نادر لكل عيل من اخواتك، مش عم اجوزه اقل عن 55 سنة. تصبر ده قدامك 3 بالحديث ده. اعمل في دنياتك حاجة حلوة يا ابوي. أنا يا ولدي محدش عمل لي حاجة حلوة قبلية يا ولدي إلا كله من دراعي. اصبر عليا شوية بس، وأنا اللي ليك عليا هجوزك على 55 سنة زيك زي إخواتك اللي قبليك. 55 سنة يا ابوي؟ ده انت يابا تخليني امشي على كراعية. ليه عاد؟ كملت 80 سنة ولا تمشي على كراعية؟ أنت عز شبابك 55 سنة في عز شبابك، وأشوف لك بنت عمك حواصلي. راجل محترم وراجل زين وعنده بنات عم تروح من غير وتحشي للبهايم وتوكل الفروج. نقي ناس كدينة بنت عمك حواصلي يا ولد. حاضر يا ابوي. اسمع كلامي زين عشان اقف معاك في جيشتك دي بتاعت عمك حواصلي. ان طلعت من تحت طوعي لا ابني ولا نعرف، وبكان ما تروح روح. ربنا يخليك لي يا ابوي وتفرحنا كلنا. ما يخلينيش عاد، انت ليك حق بس ما تقولش خليك يا ابوي، ده حقك في الجيزة. بس بعد 55 سنة عاجبك ولا مش عاجبك؟ ما تخليها ل 54 سنة يا ابوي. والله انت الوحيد اللي في اخواتك غالي عليا. حاضر مش هخليها لك 55 سنة يا ابني، هخليها لك 54 سنة ونص، ولا تزعل عشان انت من دول اخواتك غالي عليا وعم تبتعني في 54 سنة ونص يا ابوي، يمكن يجينا عفو يا ابوي. والله يا ولدي لو جه عفو زي ما انت عم تقول كده، يبقى ده جت من عند ربنا من فوق، هجوزك على 53 سنة ونص. 54 سنة يا ابوي؟ طب هو العمر فيه كام يا ابوي؟ هات بومباقرة احسن فلوسات اللي تجوزني بيهم يا ابوي. 55 سنة يا ابوي؟ هو العمر فيه كام 55 سنة يا ابوي؟ انا هطلب منك طلب يا ابوي، جيب لي كفن احطه تحت راسي يا ابوي. أبا ده ما فيش أرخص منه الكافن، ده كله ب 200 جنيه 250، وياخد العفش اللي زيك والطريق اللي تودي، ما تجيش ببوزك اللي عامل زي بوز العرس ده.